بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد بقى اهوت ان شاء الله. انا النهارده جبت رومي. ان شاء الله هستعرض معاكم كل حاجة، بس بوريكم كده ان انا مجهزة المكان وحاطة اللمبة كده شبر كده اهوت، وهشوف الوضع عندهم ايه. ومقفلة البطارية او البوكسة زي ما انتوا شايفين كده، حاطة مشمع من كل ناحية علشان انا محتاجة درجة حرارة عالية. فلازم كده اقفل البطارية كده من كل ناحية زي ما انتوا شايفين. العشة دي حبايبي اللي انا كنت بربي فيها زمان، هي صغيرة كده، فان شاء الله هتنفعني في تربية الرومي بإذن الله. بصوا حبايبي، مبدئيا الرومي اهو انا لسه جايباه من شويه. هبدا كده هستعرض معاكم طبعا زي ما قلت لكم كل حاجه، الاسعار وهنستقبل ازاي، وهندي علاج ولا مش هندي باذن الله. كل ده هقوله لك في حلقه النهارده. بس لو انتي اول مره بتشوفي القناه عندي يا حبايبي، ما تنسوش تحطوا لنا اللايك، وما تنسوش لو انتي برضو اول مره تشتركي في القناه، علشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي، ببدا كده افرز الرومي، بوريكم كده اهوت. عشان كان جالي سؤال برضو ازاي اعرف الحاجة الكويسة. لازم تفرزيها كده على طول، تشوفي السرة، تشوفي عينيه، تشوفي مفاصل الرجلين، تشوفي كل حاجة كل حاجة، تتأكدي منها. شايفين الكتكوت واقف ازاي؟ بتبدأي تعرفي الكتكوت سقعان من رجليه. اول ما تبدأي كده تجيبي الكتاكيت هتلاقي اول جزء سقعان فيه هو رجليه، اعرفي ان هو ده سقعان. بصوا حبايبي، ده انا جايبه رومي ابيض واحد بس ده مش هيكمل معايا، يعني ده شكله كده هيموت. لاني انا من ساعه، يعني من اول يوم جبته وهو ما بيتحركش، يعني بيتقلب على ظهره كده، فهو الصراحه مش حلو خالص. بس هو جو خلاص يعني. المهم انا جايبه 5 اسمر، 5 رومي اسمر، وهو الوحيد دوت الابيض اللي في وسطهم. تمام. فزي ما قلت لكم بقى، بدات كده ان انا احطهم اهوت في البوكس الصغيره. طبعا هما لسه بيتعرفوا على المكان. بصوا حبايبي، لو عندك بقى اي طبق صغير كده، حط لهم فيه شويه علف يبداوا يلقطوا فيه كده في الاول. هو بصوا الرومي في الاول هيستغرب المكان، ممكن يقعد يومين 3 ما ياكلش، يستغرب المكان. بس شايفين بسم الله ما شاء الله، ده كده لقط يعني لقط كده في العلف. بصوا، زي ما قلت لك مش عايزاكي تقلقي خالص. لو انت جايبه رومي وقعد مثلا يومين ولا كده ما اكلش عندك، مش عايزاكي تقلقي خالص. هو كده اول يوم، ده بقى كده تاني يوم. انا عامله الفيديوهين اول يوم وتاني يوم مع بعض على طول، عشان برضو اقول لك انا عملت على طول. بدات كده اجيب بقى طبق من عندي كده عادي، اللي هو بتاع السقايه. وهبدأ كده ان انا هقول لكم بقى انا هعمل بالنسبة للكتاكيت. اول يوم طبعا استقبلت بمية بسكر، او محلول جفاف او عسل نحل او عسل اسمر، اللي موجود عندك. لازم كده في اول يوم تبدأي تستخدمي اي حاجة عندك. طيب اسعار الكتاكيت الرومي عمر يوم ب15 جنيه، الرومي الابيض عمر يوم كان عامل 30 جنيه. بس زي ما بقول لكم الروميايه البيضه دي مش حلوه خالص خالص يعني، كل شويه بتتقلب على ظهرها، كل شويه بتتقلب على ظهرها. هبدا هعمل بقى تاني يوم كده، هيبقى يوم مميز ليهم. هبدا سلقت بيضه كده اهوت. وهبدا كده هفركها في شويه علف. لازم كده تبداي تحط لهم بيضه كده مع شويه علف، علشان يبداوا ياكلوا الرومي. لو انت فعلا عايزاه ياكل، اسلقوا لي بضايه، هتبصي تلاقيه ينسف الاكل وهياكل معاكي كتير. كمان البيض ده بروتين حلو جدا ليهم، لان الرومي بيبقى محتاج تركيز علف اكتر من 23%. فاحنا بنبدا نحط البيضه دي عشان نزود التركيز شويه. في الايام الجايه هنضيف بقى شويه حاجات برضو ليهم باذن الله، هبقى اقول لكم هي ايه. شايفين اول ما بدات كده افرك البيضه في العلف، الرومي سبحان الله يعني بدا يشم الريحه كده بتاعت البيض. هيجي بقى هياكل على طول، هتبصي تلاقيه. لو انت زي ما قلت لك الرومي عندك كده مش بياكل، هياكل معاكي على طول. هتبصي تلاقيه من تاني يوم يبدأ ياكل معاكي على طول ويخلص الأكل بإذن الله. اهوت يا حبايبي، بصوا لازم كده تهرسي البيضة حلوة قوي علشان يبدأوا ياكلوا. بدأت كده حطيت لهم اهوت زي ما انتوا شايفين. هيجوا دلوقتي ان شاء الله هيكتشفوا كده البيض وهيجوا هياكلوا. الرومي بيعشق البيض. طيب انا بقى فين الاعشاب اللي انا هحطها فيه والكلام ده كله؟
لو أنتِ حابة بقى تحطّي مثلًا معلقة حبّة البركة تمام، حابة تحطّي معلقة كركم برضه تمام، بس أنا زي ما قُلت لكم كده من بُكرة إن شاء الله هاعمل معاكم كده حاجة جديدة مختلفة ليهم بإذن الله، تابعوني إن شاء الله في حلقة بُكرة هنشوف هنعمل معاهم إيه. زي ما أنتم شايفين يا حبايبي أول ما بدأت أحط البيضة ما شاء الله أهوّة بدأوا على طول ييجوا وياكلوا، زي ما باقول لِك الرومي بيعشق البيض، بيعشق كده البيض. هاحط إيه بقى في المَيّة، هاحط أهوّة هاحط العلاج ده، أنا جايبة التحصينة ديّة معوي تنفُّسي للرومي، بحيث إن أنا إن شاء الله أبدأ أحط له على طول علاج، لإن أنا أول ما جِبته كان حمّامه وِحِش خالص، الحمّام بتاعه كان سايب كُلّه خالص، وطبعًا ده ممكن يكون واخد برد من المكان، ممكن بقى أي مشكلة عنده، فإحنا على طول نبدأ نضبّط بالإيه، بالعلاج المعوي التنفُّسي للرومي. أنا في تربيتي للرومي ما باعتمدش على العلاج خالص، بس لازم التحصينات. زي ما أنتم شايفين أهوّة يا حبايبي، بدأوا هُم ييجوا وياكلوا، هابدأ كده هاحط معاكم بقى العلاج، غطا كده على الإيه، على رتل المَيّة، هو المفروض سنتي على رتل المَيّة، هو بقى الدكتور بيقول لِك جرعة العلاج إيه بالضبط، لازم برضه تسألي الدكتور على جرعة العلاج إيه بالضبط إيه قبل ما تاخدي العلاج منه. بُصّوا شايفين ما شاء الله بيمسكوا حتّة البيضة أهوّة وبيبدأوا يتعاركوا عليها. بارجع أأكد عليكِ بقى الدفا، بارجع أأكد عليكِ المكان لازم يكون متدفي عليهم، شايفين السقاية دي صغنونة جدًا، جدًا يعني، لو لقيتِ منها هاتي منها. أهوّة هابدأ كده إن أنا إيه، أحُط لهم بقى إن هم يبدأوا يشربوا كده على طول، أهوّة زي ما أنتم شايفين. هندفّي عليهم، النور طبعًا مش هيطفي خالص، النور هيفضل شغّال معاهم كده على طول، عشان خاطر إن إحنا الإيه، الرومي يبقى حلو معانا. حبيت كده إن أنا أجيب رومي علشان كل سنة وأنتم طيبين، رمضان خلاص فاضل له شهور بسيطة وهييجي بإذن الله، فحاجة كمان لو أنتِ حابة بقى تعملي برضه مشروع في بيتِك، الفيديو ده برضه حبيت أتكلم معاكِ في موضوع المشاريع، الرومي ده ممتاز لو حابة تعملي بقى مشروع بيكسب دهب. بُصّوا أنا حابة إن أنا أوريكم شايفين عامل إزاي مش حلو خالص، مش حلوة خالص اللي هي الرومي الأبيض ده. بس هي جات بقى وخلاص زي ما قُلت لكم كل شوية بتتقلب على ضهرها، يعني أنا ممكن هاجي بُكرة والّا بعده أطلع ألاقيها ماتت يعني، لإن هي عندها مشكلة، هي عندها مشكلة من ساعة ما جبتها وهي بتتقلب على ضهرها. طيب بارجع أأكد عليكِ لو أنتِ بقى حابة تعملي مشروع في بيتِك اعملي زي ما باقول لِك ما كلّفنيش حاجة، يعني أنا جايبة ال6 روميات دول ب105 وكمان لو ما كنتش جِبت الرومياية البيضا دي وكنت جِبت مثلًا 6 أو 7 أسمر أو 10 أسمر مش بفلوس خالص، لو جبتِ مثلًا 10 أسمر وبدأتِ تحضّني وبدأتِ تأكّلي كده وتضبّطي الدنيا وهتبيعي منّه هيبقى مشروع هيكسّب دهب، هو بيتأخّر شوية بس مُربح بطريقة فظيعة. زي ما قُلت لكم كان عندي الدكر كان عامل 8 كيلو ولمّا بِعته ب400 جنيه، فطبعًا مشروع حلو أوي، أوي، أوي مشروع الرومي ده في البيت. إن شاء الله في الأيام الجاية لو عجبكم الفيديو حطّوا لي بس اللايك وشجعوني في الأيام الجاية، هاقول لكم هاعمل إيه مع الرومي عشان نتابع دورة الرومي. أشوف وشكم بكرة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.